وافق التاني لنادي الزمالك. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم هيثم كرو السينمائي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا يا جماعة ولسه امر ادعمونا بالشرف في القناة. يعني مش هتخسروا حاجة على فكرة، الاشتراك ببلاش، يعني مش هتخسروا حاجة. ودوسوا لايك وتفاعلوا معانا في الكومنتات. نادي الزمالك للأسف يتم وقف قيده في يناير القادم إذا لم يدفع المديونيات اللي عليه. الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيادة الفنتينو، أعتقد إن هو عارف يعني نادي الزمالك شخصيا من كتر الدعاوي والقضايا اللي بتترفع من اللاعبين والمدربين على نادي الزمالك للأسف. يعني شيء مخزي ويزعل جدا. نادي الزمالك اول واحد يعني بسبب وقف قيد نادي الزمالك هو جوزيه جوميز. المره دي الراجل عايز من نادي الزمالك 120 الف دولار وليس زرار. اللي بعد لو احنا حليناها يعني بتاعت جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق. اللي بعده مين يا عم تاني؟ ابراهيم ناديه اللاعب السنغالي اللي كان بيلعب جناح. الراجل ده عايز من نادي الزمالك مليون ومئة الف دولار. لو احنا حليناها برضو يعني فور اكزامبل، افرض احنا حليناها الحمد لله. خش اللي بعده، خش على طول في القائمه مين يا باشا؟ بشلاك اللاعب البولندي اللي كانوا جايبينه من الدوري السعودي. الراجل ده عايز من نادي الزمالك 800 الف دولار. تخيلوا. فطبعا يعني هيتم وقف قيد نادي الزمالك في يناير القادم للمره مثلا 20 اعتقد مثلا. لو ما دفعوش المديونات دي كلها، يعني هي حوالي 150 مليون جنيه مصري. يعني فبجد شيء يزعل وشيء مخزي جدا. كان الله في عون جمهور الزمالك المحروق دمه. بلس كمان يعني نادي الزمالك بقى فيمس كانه مسجل خطر في الاتحاد الدولي لكره القدم يعني. مشهور بحاجه سلبيه. المفروض يتسمى نادي الزمالك للمديونيات وازمات اللاعبين والدعاوى القضائيه. نادي الزمالك للمديونيات وازمات اللاعبين والدعاوى القضائيه بجد والله. الخبر اللي بعده يا جماعه. الحمد لله رب العالمين. طبعا كده انتوا عارفين امام عاشور الساطور امام عاشور رجع الحمد لله رب العالمين ودخل في تدريبات وبيشارك. والروح المعنويه عاليه واللعيبه مرحبه بيه وقعدوا يعملوا يعني احتفاليه بيه ان هو يخش كده، وانتوا عارفين بيهزروا معاه ويضربوه الكلام ده كله. ورجع معاه برضو. طبعا امام عاشور طبعا مش هيشارك في السوبر المصري. دي حاجه اكيده. والله اعلم هيشارك في بطوله افريقيا ولا لا، الماتشات اللي هي بعد السوبر لسه برضه بالكلام مش اكيد. وطبعا الحمد لله رب العالمين رجع محمد شريف المخيف. يا رب يكون مخيف يا عم يا عم محمد يا شريف، وتبقى تعمل حاجه وتبقى اكتف في السوبر المصري وتجيب لنا البطوله. وطبعا رجع احمد رضا لاعب خط الوسط، الراجل اللي هو الجميل ده. اضافه كمان اخر خبر، وده حاجه حصريه اللهم لك الحمد. حكم مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا هو مين؟ الكابتن محمود البنا بعد غياب طويل. وحكم الفار كابتن محمود عاشور. السلام عليكم.